In Egypt. أجنبية وتقريبا أمريكية خدتنا في مغامرة داخل جنوب مصر لما قابلت واحد مصري هي ما تعرفوش راكب عربية نص نقل وبيشاور لها وبيقول لها تعالي ورايا. احنا طبعا لازم نعرف ايه اللي حصل بالظبط لما مشيت ورا واحد مصري هي ما تعرفوش. In Egypt, when a random man driving next to you says, "Come follow me," you don't say no. So yalla bina. طبعا هي هنا قالت يلا بينا عن اقتناع عشان هي ما بتتفرجش لا على أفلام ولا على مسلسلات ولا على نشرات عربي. Where are we going? Where is he taking us? Oh wow. شكرا. شايفين الثقة يا جماعة وهي ماشية مع المصري الكريم اللي دعاها علشان أكيد يوريها الجمال كله. He wanted to show us the view from his workplace. He also introduced us to his friend doing something we've never seen before. This is hard. This is super hard because these things, they're hard to roll, but he can roll them شايفة صديقي أول ما بينتهي الخوف بتبدأ المتعة. like so easily. Let's see. Oh my god! He's so good! Wow. He's really got a technique. Yeah, okay. It feels amazing. It's strong. It's strong. أهم حاجة ما تستعجلش عشان لسه عمك الحاج ناوي يفسحها. For a donkey? Ready? One. Look at his face. سبحان الله ما فيش حد فيهم بيتكلم لغة التاني لكن القلوب ليها لغة، لغة الحب ولغة الألفة. Oh my god. Isn't it good? Hassan. نور يا عم حسن يا جميل. Hassan and Saeed. Wow. شكرا. حبيبي. شكرا 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 يا عم سيد، انت عملت اللي احنا بنعمله بالظبط بقى بس انت عملته عملي على أرض الواقع، انت غيرت الصورة عملي بالصوت والصورة، غيرت الصورة بالتجربة، احنا عايزين نبقى كلنا عم سيد. I don't have any purpose for garlic right now, but it smells good. قررت ان هي بعد ما تقوم من القعده الجميله دي بقى تخش السوق بتاع القريه دي. هل الوشوش اللي هتقابلوها دلوقتي في السوق هي الوشوش اللي بتطلع في الاسواق بتاعه الافلام والمسلسلات؟ شوفوا بقى الجمال وشوفوا البساطه. Wow. Smells good. Smells good. الملوخية. Naya. This is what makes the ملوخية. ملوخية بالثوم. Yes, I love ملوخية. نركز ان مفيش حد فاهم التاني بس القلوب ليها لغه، سبحانك يا رب، يعني شايفين الألفة وشايفين التناغم وشايفين الحب، يعني مش هو ده اللي بيجي في الافلام والمسلسلات. This is what. Yeah. See, and then you boil it, right? Yes. We cut it. My mom cut it and make it like some like pieces. She put it in water and leaves it. And boil it, right? Yes, boil it. And it's all this. Part some. Wow, I love it. جميلة. With لو ما كانش اللي بيتكلم انجليش فاهمها هي برضه فاهمه بلغه الحب وبلغه الألفة اللي بين البشر وبعضيهم، مش بين الشعوب وبعضهم، بين البشر وبعضهم. rabbit or chicken? بالأرانب ولا الفراخ؟ بالأرانب. بالفراخ باللحمة With rabbit. And the garlic. يا عم خلاص. He's crazy with his garlic. He's so crazy with فرحانين بيها بس يعني هم فرحانين بتواجدها بس، فرحانين بتواجد عنصر يعني أجنبي جاي يتعرف على ثقافة بلدهم، يعني إيه المشكلة؟ مش هو ده برضه اللي بيجي في المسلسلات والأفلام، في تسول ولا في قلة أدب ولا في تحرش ولا في الكلام ده. Oh wow! Look at them. These guys got the garlic. They got the garlic. دلوقتي بتشوف الأسواق المصرية والشارع المصري بعيون الأجانب اللي بينزلوا يعملوا تجارب حقيقية جوه الشارع المصري، مش بعيون المنتجين والمخرجين والممثلين اللي بتشوفهم في الأفلام والمسلسلات. أسألك سؤال اسمعني. إيه رأيك في مناخ البلد اللي هي فيها؟ ست بسيطة قاعدة بتبيع حاجة بتسأل سؤال يعني على إن هي ست مثقفة، يعني حتى لو بشكل بسيط ولكن ست مثقفة يعني عندها وعي، فاهم؟ تسأل سؤال ليه لازمة كده حتى لو بسيط، يعني أنت متخيل؟ I love it. Tell her it's bustling. Bustling. Yeah, and I love it. And interesting. Very different from where I'm from. المكان هنا مختلف، يعني هنا غريب، يعني حاجة حلوة، حاجة إيجابية. يعني ده دول بكام؟ Yeah. She's asking a good question. Are you dressing the galabe because you're convinced dressing the galabe or just because some sort of entertainment? Oh, he loves it. هو حاببها، حابب يلبسها. تسأله على الجلابية اللي كان عاملها مع الراجل المحترم بتاع الأقصر اللي خده عند الدكتور وفصل له الجلاليب في ساعتها، هو ده نفس الشخص اللي مع البنت دي.
حبيبها. It's comfortable. Say I've got 3 galabets. هو معاه 3 جلابيات 3 الوان مختلفه. هاي يعني هو مش لابسها من عندنا من هنا. لا جايبها من الاقصر. ومهتم تعرف ايه اللي حصل معاه وهو بيفصل الجلاليب في الاقصر، احنا عملنا فيديو عليه وهو بيفصل ال3 جلاليب دول، وكان معاه راجل محترم وايجابي جدا، وداه عند ترزي محترم دكتور وايجابيين جدا. هتلاقي الفيديو بتاعهم تحت في الفيديوهات. She says that it's good that you make a good picture for the country with good what I call it with good criteria, that the country has the good criteria for tourists and for people to come and while visit and dress what they like. مزات في كل دولة بس كلها مش عايزينها تبقى آخر زيارة. She طب والله انت عسل يا حاجه، شايفين الوطنيه يا جماعه فارق معاه ان هي تيجي تاني. said that hopefully it's not the last visit for you. You come. Yeah, for بس sure. احنا نشوفك مرة تانية على خير. We're here for 6 months. هم قاعدين هنا فترة طويلة يعني. نشوفك مرة تانية على خير. We would like to see you again for a good time. شكرا. مع السلامة. طبعا هي دي الصوره الحقيقيه للبياعين في الاسواق، فكل القائمين على الافلام والمسلسلات يتقوا الله ويطلعوا الناس مثقفه ولسانها حلو وبتشع كده طاقه ايجابيه كده. ايه المشكله ان نطلع بياع متجول في الشارع كده، راجل بيفهم ومثقف يعني وبيعرف يقول كلمه حلوه وبيعرف يعمل دعايه، تسني كده ان هو بائع متجول ولكن حاسس بالمسؤوليه. He's offering this. Oh, شكرا. What is this? What? سكر وعسل. It's sugar and honey Oh, okay. with a bit of powder. Is this common in Egypt? Yes, especially in this market. Let's try. Okay. بص تيجي دورك انت كمشاهد انك توصل الفيديو ده لكل الناس اللي ظهرت فيه وتشكرهم على ايجابيتهم. في نفس الوقت ما تنساش اللايك، ولو عندك اي راي او اضافه ممكن تسيبها لي في التعليقات، وما تنساش الريبوست وانك تعمل فولو، وتستناني في فيديو جديد. سلام.